المنتخب المغربي يحسم ركلات الجزاء لمصلحته ويتأهل إلى المربع أو إلى المباراة الختامية ليواجه منتخب السنغال يوم 19 ماي على ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائر بداية من الساعة 10 مساء. إذا نعود لضيوفي الكرام في الاستوديو التحليلي. حسين، أبدأ معك. إذا ما كان يسعى إليه المنتخب المغربي وصل إليه، يعني لم يقدم مباراة كبيرة، لم يقدم شيئا يذكر، ولكنه كان يبحث عن ركلة الجزاء، ذهب إلى ركلة الجزاء، جر المنتخب المالي إلى ركلة الجزاء، وفي النهاية نجح بالتأهل إلى النهائي. في المقابلة هذه واضح منتخب اللي أبهرنا في المقابلات اللي فاتت، لعب إمكانياته أكثر فنية والحظ ما كانش عنده اليوم، ومنتخب المغربي اللي ركز كثير على الخطة الدفاعية كأنه يريد يلحق حتى النهائي باش يفوز بالمقابلة، وهذه الخطة تاعو كانت ناجحة منضبطة، وكذلك مبني على حارس لا باس به لي أظن كل واحد يلعب إمكانياته وخصائصه، واللي عنده الحظ بعض الأحيان في ركلات الحظ هي في النهاية. نعم، اليوم كان حظ جانب المنتخب المغربي. المنتخب المالي غير محظوظ جابر اليوم، اتيحت له فرصتين في السلسلة الأولى وفي السلسلة، دخل في السلسلة الثانية ولكن لم يستغل هذه الفرصة. كان قريب جدا هو للتأهل ولكن لم ينجح في ذلك. نعم الأخ عبد العزيز، طريقة تنفيذ ضربات الترجيح بالنسبة لمنتخب مالي وطريقة تنفيذ ضربات الترجيح بالنسبة لمنتخب المغربي تحس وتستنتج أن المنتخب المالي أراد إنهاء المباراة في وقتها الرسمي. صح، لأنه ما نقولوش لم يتوقع الوصول إلى ضربات الترجيح، لكن كان متأكد أنه سينتهي المباراة في وقتها الأصلي. وطريقة تعامل شبان المنتخب المغربي تحس أنهم وصلوا للهدف تاعهم ومتأكدون، حتى كانوا متأخرين بضربتي جزاء، لكن تحس أنهم كانوا متأكدين أنهم راح يفوزوا وتداركوا تلك ضربات الجزاء. أنا والله شوف الأخ عبد العزيز، أنا في هذه ضربات الجزاء أو ضربات الترجيح أنا ما نحبش نسميها ضربات الحظ، لأنه أصبحت تدرس. لاعب في المنتخب الوطني مستحيل ما يعرفش يبلاصي كرة في مكان. أصبحت تدرس هذه ضربات الجزاء، سواء حراس المرمى يدرسون طريقة لعب اللاعبون يدرسون ارتماء الحارس قبل التنفيذ، تدريب يومية أيضا، تدريب يومية، التكرار، لاعبين مختصين في ضربات الجزاء. لكن لا نلوم هؤلاء الشبان لأنه 16 سنة ما كانش عندهم الاختصاص في هذه الضربات وما كانش التكرار حتى يكونوا مختصين في ضربات الجزاء. إذن جابر نعمون مشاهدينا، نطوي ملف هذه المباراة الثانية لنصف النهائي إلى النهائي الآن يوم 19 ماي، وقبله يوم 18 على ملعب 19 ماي 56 بعناب، المباراة الترتيبية بين مالي وأيضا منتخب بوركينا فاسو. إذن المباراة الختامية المنتخب السنغالي إذن أبان عن إمكانيات كبيرة منذ بداية الدورة، وهو في اعتقادي وفي اعتقاد المتتبعين أنه المرشح الأول للظفر بهذه كأس الجزائر بالنظر إلى إمكانياته. نعم، المرشح من بداية المشوار حتى النهائي. إمكانيات كبيرة في منتخب، كل كل الخطوط يعني الخطوط قوية، وهذا اللي خلاه يلحق النهائي. ما لحقش بصدفة. أظن راح تكون نهائي قوي بمنتخب السنغالي اللي منتخب متكامل قوة، ومنتخب كذلك المغربي اللي قوي بخطته الدفاعية. هذا اللي تخلينا نشوف مقابلة تكتيكية وفنية. منتخب السنغال إذا جابر نعمون منتخب الذي مشواره بدأه بنجاح وعلى خطى فريق المنتخب الأول في الكان، المنتخب في الشان أيضا، المنتخب الأول في أقل من 20 سنة، والمنتخب الأول أيضا الذي توج بكأس إفريقيا للكرة الشاطئية. الآن حتى المنتخب النسوي إذن هو ثمار عمل كبير ونظرة مستقبلية وواعدة للقائمين على الكرة السنغالية. اليوم العبرة تؤخذ
من يفكرون أكثر في الكرة السنغالية على المدى المتوسط والبعيد، أليس كذلك؟ أكيد، لأنه نحن الآن في سنة 2023. هذه النتائج التي حققت سنة 2023 هي نتائج مستوى بعيد ومستوى متوسط لتخطيط كان سنة 2011. صح. لأن الثورة التي حدثت في السنغال، ثورة كرة القدم التي حدثت في الاتحادية السنغالية حدثت في 2011. ولما حدثت تلك الثورة خططوا للمدى المتوسط والبعيد. المدى المتوسط هو 7-8 سنوات، والبعيد نحن فيه الآن 12 سنة. بدأت النتائج في كل الفئات الشبانية، حتى الكرة النسوية توجوا بالأبطال. لذلك المنتخب السنغالي فريق إحصائيته تتكلم عنه. هل تتوقع بأن السنغال ستهيمن على الكرة الأفريقية في أكيد مستقبلا؟ أكيد. لو نأخذ بعض الأسماء من المنتخب السنغالي تحت 17 سنة، لو نتابعهم على فكرة تيا اليوم في مباراة الليلة أمام المغرب هو من نال جائزة أفضل لاعب، هو محرك الفريق مارسيال تيا. نعود للمنتخب السنغالي الذي سيخوض النهائي. المنتخب السنغالي لو نتابع بعض الأسماء سنجد بعد 3 سنوات 4 سنوات تشكل نواة المنتخب الأول. لكن في النهائي ربما ستكون معطيات أخرى، لأنه أدرك جيدا أن مدرب المنتخب السنغالي رأى المنتخب المغربي كيف يلعب ورأى كيف يتكتل، لأنه من بين أسباب تأهل المنتخب المغربي هو عدم توقع المدرب المنتخب المالي أن يتكتل له المنتخب المغربي. ومعطيات المباراة النهائية ستكون مختلفة تماما. جابر نعمون. شكرا.